الله سبحانه وتعالى لما كان لا يتهيأ لكل الناس أن يحجوا بيت الله الحرام، فعوضهم الله تبارك وتعالى، أعني الذين لم يحجوا، عوضهم الله تبارك وتعالى بمشاركة الحجاج في شيء من نسكهم، ألا وهو النحر. فالحجاج يذبحون هديهم في يوم 10 من ذي الحجة وهو يوم العيد، فجعل الله تبارك وتعالى للمقيمين في بلادهم الذين لم يتهيأ لهم الحج أن يشابهوا الحجاج في هذا بأن يذبحوا أضاحيهم. وأيضا رتب على هذا أحكاما سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. والأصل في هذا كله ما قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رأى في المنام أنه يذبح ولده